وينتظر من أجل أول فرحة للمصري، من أجل أول حضور للمصري. جريندو 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 الكرة، لكن المساعد لحكم اللقاء اللي بيقول إيه؟ بيقول هدف، بيقول تجاوزت الكرة خط المرمى بعد ما خبطت كده في العارضة وترجع مرة تانية. كورة أكيد هيرجع فيها للفار، لكن نور على نور لأبناء مسعد نور، وأول أهداف اللقاء. كابتن إبراهيم نور الدين اللي رايح للمساعد الثاني، كابتن علي علاء طلبة اللي شاور كده الحكم اللقاء. تحس ان هو متاكد منها يعني، اكيد مساعد الحكم يعني، لان قراره كان سريع، كان سريع في اثناء تنفيذ الكره، على طول رفع الرايه واتكلم كده مع حكم اللقاء اللي بيرجع للفار. هنتابعها مره ثانيه. جريندو اللي سدد بطريقته المعتاده كوره ممكن نقول لا تجاوزت بالفعل هدف. المساعد الثاني من الحاجات اللي كانت واضحه، رد فعله على طول. رد فعله كان سريع جدا، متاكد منه. برافو. المساعد الثاني كابتن علي علاء، مساعد الثاني الحكم اللقاء كابتن ابراهيم نور الدين. لكن اعتراض من لاعبي اسوان رايحين للمساعد ورايحين لحكم اللقاء يتكلموا على عدم صحة الهدف، لكن هدف صحيح زي ما احنا شايفينها للمرة الثانية والثالثة. ربع ساعة أولى من عمر وأحداث شوط اللقاء الأول. كابتن أيمن، كابتن إيهاب، يستطيع المصري الحضور والوصول لأول أهداف اللقاء بعد تهديد يعتبر الثالث على مرمى أسوان. ترجمة واقعية للربع ساعة اللي زي ما حضرتك بتقول اللي هي عدت، إن في 3 فرص محققين تقريبا للنادي المصري، ودي كانت الفرصة الرابعة ضربة الجزاء. يعني لغاية دلوقتي أسوان واخد وقت لغاية ما يخش الجيم، يعني أنا مش شايفه كمان في التنظيم الدفاعي.